من كام يوم كنت بتفرج على فيلم كوميدي جديد، فكرته قايمة على إن الأبطال بيتدبسوا في كمية مخدرات كبيرة، وفي واحد من المشاهد بيتعاطوا حبوب مخدرة علشان يبتدوا يدخلوا في سيكونس كامل من التصرفات الغريبة، ويصحوا يلاقوا نفسهم عملوا بلاوي. حسيت وقتها إن نوع الكوميديا ده شفته كتير قوي الكام سنة اللي فاتوا، وأول فيلم حضر في دماغي كان بنك الحظ، اللي اعتمد في جزء كبير منه على إن الأبطال يشربوا مخدرات ويتصرفوا تصرفات غريبة. عصرت مخي أكتر، لقيت إن أنا شفت نفس نوع الكوميديا برضه في عندما يقع الإنسان، ولكن صاحب النصيب الأكبر هو فيلم أوشن 14 اللي خد كوميديا المخدرات دي وبنى عليها نص الاحداث والكوميديا. طب خير يا رجاله، هو الضحك ما بقاش يطلع غير من ان الناس تبقى متخدره؟ ما عندناش مواضيع تانية، مشاكل تانية نطلع منها ضحك حقيقي مش مكرر؟ الواحد طول عمره يعرف ان الشباب لما بيتزنقوا في حياتهم بيلجأوا للمخدرات، لكن ان كتاب السيناريو كل ما يتزنقوا في الضحك يلجأوا للمخدرات دي جديده. بس ان جيت للحق هي مش جديدة قوي. يمكن الحكاية زادت من بعد سنة 2009 بعد نجاح سلسلة أفلام ذا هانج اوفر اللي معتمدة على أبطال بيقضوا ليلة مليانة شرب ويصحوا يلاقوا نفسهم في مصيبة. بس يا ترى انتشار كوميديا المخدرات عندنا مؤخرا ده بسبب هانج اوفر فعلا؟ إحساسي بيقول إن التأثر جاي من الواقع، من القصة اللي كتير ما يعرفوهاش. أسطورة البطنية 91. الحكاية ابتدت بعد نكسة 67. ظهرت المخدرات في السينما بكثافة لأول مرة تعبيرا عن حالة الإحباط اللي صابت الشعب وقتها. أشهرهم كان في صرصرة فوق النيل، عن رواية بنفس الاسم لنجيب محفوظ بتوصف حال الشعب المصري اللي بقى عايز يتخدر علشان ينسى الهزيمة. وبعد الحرب في 73 بدأ عصر الانفتاح في مصر بمباركة السادات، واللي بفضله دخلت مصر حاجات كتيرة من بره ما كناش نعرفها: أغذية، ملابس، ماركات، مخدرات جديدة. قامت وزارة الحشيش. وفي 82 بدأ مبارك خطة خمسية هدفها تحسين الوضع الاقتصادي، والشعب كان حاطط عليها كل أمله بعد سنين من المرمطة. لكن لما العام اتخصص محدش من الشعب كان عنده فكرة فلوس باقي العام دي راحت فين. بس كل اللي عرفوه إن الخطة محسنتش حاجة، بالعكس. فمبارك قال لهم استنوا لما أعمل الخطة الخمسية التانية وبقوا اتكلموا. بس النتيجة كانت أسوأ، الجنيه المصري قيمته قلت، الاقتصاد انهار، ومصر اتداينت. الشعب وقتها فهم إن 10 سنين كانوا كفاية قوي علشان يتأكدوا إن البلد دي راحت في داهية. في نفس الوقت في البطنية تاجر مخدرات كبير شغال تحت عين الحكومة دخلت له بضاعة لصنف جديد يشبه البنج. الحكومة شمت خبر، بعتوله إخبارية إنه لو مخلصش من البضاعة الغريبة دي لا هيعرف يبيعها ولا يبيع غيرها. في الليلة دي المعلم قرر إنه ما يخسرش الأمان اللي هو فيه علشان شوية بضاعة ملهاش قيمة. قعد يفكر إزاي يخلص من البضاعة دي من غير ما يبيعها، وجات له فكرة شيطان. في الوقت ده البلد عدت عليها موجة حر محدش شاف زيها من سنين، وطبعا الناموس كتر، فكانت بتلف الشوارع عربيات بترش مادة فيها مبيد حشري بيموت الناموس. المعلم لم كل العربيات باسطواتها وادالهم البضاعة، نصها يحرقوه يدخلوا دخانه مع دخان الرش، والنص التاني يعمروا بيه دماغه. وكده يبقى رضا الحكومة ورضا ضميره اللي ما يرتاحش غير لما يخلي الشعب كله يتكيف. ولمدة 4 أشهر مصر كلها كانت بترش مخدرات، لدرجة إن العيال الصغيرة أدمنتها، بقت تطلع تجري وراها علشان تشمها. والشعب دخل في حالة بلادة. فجأة مبارك لقى الناس بطلوا يشتكوا رغم ان الوضع بقى في الحضيض. فهم الإن من بعدها عملية دخول المخدرات وبيعها اتسهلت، والشعب أولوياته بعد ما كانت أكل شرب لبس وسينما بقت أكل ومخدرات وحلو. غبائهم زاد وشكوتهم قلت، أي خبر يقروه في الجرايد بقوا يصدقوه، ويناموا ويصحوا ملهمش سيرة غيره، حتى لو كان الخبر ده إن في سلعوة بتيجي تخبط على البيوت وبتقتل اللي يفتح لها. فضلوا يناموا ويصحوا، يتحشروا في المواصلات، يقعدوا على المكاتب، يشتغلوا بنص مخ ويرجعوا آخر اليوم يناموا. والأيام بتتكرر هي بس زي أي مدمن بيصبر علشان عينه على جرعة آخر اليوم، وتمر سنين وسنين يحصل فيها الوحش والحلو، ويجي جيل جديد ما تعرضش للمخدرات بس اتفرج وفهم اللي احنا كنا فيه، وقرروا إن خلاص كده جاله وقت للتبطيل. بس للأسف مفيش حاجة اسمها تبطيل، وتبتدي الحكاية من أول وجديد. انت بتقولي اولاد؟ الاولاد. يعني مش كفايه احنا واخدين خازوق الحياه في البلد دي، نقوم نجيب اطفال يفاجئوا يا عيني ان هم طلعوا في المجتمع المعفن ده؟ كل حاجه زفت، الخواجات يقدروا الخمره، كل حاجه غلط. امال عايزين يتسطلوا ليه؟ غاويين يبقوا مساطيل. احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاتنين. دي المشاهد اللي انا قدرت اعرضها واللي بتوضح لنا شكل الفن كان عامل ازاي من اواخر التسعينات ولحد 2010. في افلام مهمه تانية زيهم واكتر كمان، بس ما قدرتش اعرض مشاهدها لان في شركات انتاج اخدت حقوق الافلام دي او استولت عليها واختزلوا كل القضايا اللي فيها في شويه مقاطع بعناوين جنسيه جابت لهم ملايين المشاهدات اللي عمرها ما كانت هتيجي على الافلام نفسها. ولو عرضت مشهد واحد منهم الحلقه دي هتتشال على طول. واظن ده كفايه يعرفك احنا في حاله شكلها عامل ازاي دلوقتي.
من سنة 90 ولحد 2010، والمفروض إن دي كانت أكتر فترة فيها قمع للآراء وفساد في البلد، ولكن سبحان الله الناس كان عندها متنفس حرية بسيط، لعبة ذكية من النظام السابق. سابوا لهم مساحة يعملوا أفلام ومسرحيات يتكلموا فيها براحتهم، حتى لو هيكون فيها إسقاطات مباشرة على فسادهم. سابوهم علشان المنظر العام يبان إن كان في مناخ حر وقتها، وفي نفس الوقت هم كده كده مش هيتأذوا من الفن، بالعكس دول هيكسبوا إن محدش يفرقع فيهم من كتر الضغط. الفيلم كانت نهايته ان انا بأدي التحية للرئيس مبارك. حصلت الثورة، شال صورة الرئيس والعلم وحط صورة شهداء ثورتين. لكن بعد 2013 ايه اشهر المنتجات اللي ظهرت؟ جيل جديد من الممثلين في تجربة جديدة كوميدية اسمها مسرح مصر، بيتفرج عليها جيل جديد من الشباب اللي كان لسه صغير وقتها، وعيه لسه بيتشكل، وفي كام سنة شباب مسرح مصر بقوا نجوم وأبطال. والصناع قالوا لنا إننا محتاجين الكوميديا أكتر من القضايا، لأن الناس زهقت من السياسة ومحتاجين يضحكوا. يعني الناس شافت غم كتير قوي في السنتين اللي فاتوا دول، نهزر مع بعض شويه. امنع لي اي حد بيتكلم كلام مختلف، وخلي البرامج اللي في التلفزيون مناسبه اكتر للاسره المصريه. في نفس الوقت ده اغنيه فيلم حلاوه روح نجحت نجاح ساحق. الاغنيه من الفيلم اللي اتمنع علشان في ناس قالوا ان في علاقه محرمه. شافوها؟ لا، توقعوا مع القرار دوت، لان اصلا الفيلم ده يعني يعتبر جنسي، فيلم جنسي. انا بقول لك انا ما شفتوش، في قيود جوه المجتمع المفروض انت ما تتخطاش، بس اللي احنا عشنا عليها ما شفتوش. محدش شاف الفيلم واتمنع، فمصر كلها اهتمت بيه بعد ما اتمنع، ولما اتعرض بعد كده طلع ما كانش فيه الحاجات اللي الناس توقعوها، واتمنع من غير لا الرقابه ولا رئيس الوزراء يشوفوه. بعد الحركه دي الناس حسوا ان صوتهم بقى مسموع اكتر من اي وقت، ويقدروا يتحكموا في شكل الفن اللي بيتقدم لهم. والنجاح الساحق للأغاني الشعبي والمهرجانات أكد لنا على مصطلح كان جديد وقتها، الترند، مخدرات جديدة. وفجأة نبدأ مرحلة ولاد سليم اللبانين، مهرجان بس مش زي أي مهرجان، المرة دي مش مشهور، المرة دي اسمه ترند. فجأة الناس دول بقوا أبطال فيلم اتصور في أسبوعين، فالسبكي ابتدى يكتر من الأعمال اللي بتتصور في أسبوعين وبينزل لها أغاني بتطلع ترند وتنجح الفيلم. من ضمنهم لو لعبت يا زهر، اللي هي من فيلم إيه؟ أوشن 14، اللي ابتدى إيه؟ موجة المخدرات في الأفلام الكوميدي. مع انفصال الثلاثي والأزمة الصحية المكي، كده الساحة فضيت تماما من الجيل اللي كان الجمهور بيعتمد عليه في انه يقدم له أفكار جديدة ومختلفة. مع تضييق الأفكار وقلة المواضيع اللي نقدر نتكلم فيها لأسباب كلنا عارفينها، الجيل الجديد الساحة فضيت له وقرروا يبعدوا عن قرف القضايا طالما يقدروا يعملوا حاجة تنجح وتطلع ترند ويعملوا قرشين في أسرع وقت ممكن. قوم الجيل القديم هو كمان يتغر بالترند ويبطل يعمل أفكار مختلفة. قوم الجيل القديم والجيل الجديد من الجمهور يتعودوا على الشكل الجديد للفن. وسنة جابت سنة الناس اتلهت في مشاكلهم اللي كترت، وعينيهم اتعودت على الحاجة المكررة الوحشة، ونسوا ان كان ليهم رأي حر من دماغهم. فهوب مرة واحدة هتلاقي الأغاني كلها بقت شبه بعض، كل أفكار الأفلام بقت شبه بعض، الضحك كله فيه شبه من بعض. عايزين أغنية هيت، هات أحمد سعد على طول. عايزين فيلم كوميدي، دخل فيه مشهد مخدرات على طول. قوالب وبتتكرر. والناس مع الوقت بعد ما كانوا بيتقرفوا من المخدرات وبيرحبوا بالأفكار، بقوا بيرحبوا بكوميديا المخدرات وبيقرفوا من الأفكار. مع الكورونا الناس يا عيني استسلموا خالص لكم التغييرات اللي حصلت مرة واحدة في حياتهم، فقدوا المنطق. التصرفات الغريبة بقت عادية، واللي كانوا بيتكسفوا منه زمان ما بقوش يتكسفوا منه خلاص. فجأة التيك توك بقى عادي، وناس كانوا امبارح جمهور في يوم وليلة بقوا مشاهير. المتلقي بقى هو نفسه الصانع اللي عنده أخصامه وأعدائه، والناس من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية دخلوا على بعض وبقوا في أوضة واحدة. فالمعتقدات والآراء ساحت على بعض، ما بقاش حد عنده صوت أصلي. صوت الناس بقى نتاج ساعات من التيك توك والشورتس والريلز، وكل حاجة سريعة، صعب يقروا، ولو قروا بالكتير هيقروا روايات الانفلونسر اللي بيحبوه. الأفلام ما بقتش بتتشاف كاملة، بقت بتتشاف ملخصات. لا وكمان عايزين ينتقدوها باعتبار انهم كده قدروا يكونوا رأي صحيح. منه لله محمد رمضان اللي بوظ البلد. فعلا دي مهزلة، جرام الذهب ب 12 جنيه وجرام الهباب ب 15. دلوقتي الوضع بقى غير، الحشيش بقى أرخص من الذهب واللحمة، وانت لا هتعرف تشتري ذهب ولا هتعرف تشتري لحمة. المخدرات بتضر البني آدمين. لا 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 لا، انا بقالي 15 سنه بشربه ومفيش اي مشاكل خالص. ده كلام يا باشا. كل حاجه بتدفعك انك تتخدر. التخدير هو الحل الاسرع والاسهل، ولو ما شربتش بارادتك في 1000 طريقه تانية هتتخدر بيها غصب عنك. هتمسك موبايلك هتلاقي كل حاجه بتخدرك، هتقفله وتفتح التلفزيون هتلاقي كل المسلسلات والاعلانات بتخاطب طبقه محدده جدا من المجتمع، في محاوله لاقناعك ان الطبقات يا غني قوي يا فقير قوي، لكن انت في طبقه ملهاش وجود اصلا. زهقت من القعده في التجمع، زايد ادمت، تعالى عندنا في كومباوند تخدير اتبنى على مساحه
3 فدادين بانجو، يعني ولادك هيلاقوا مساحات خضرا كتيرة علشان يلعبوا ويلفوا ويفركوا وقت ما يحبوا. تشطيب سوبر لوكس سيراميك، كل وحدة هنا رصيناها حجر فوق حجر بإيدينا. مش هتلاقي عندنا حمامات سباحة عشان الدنيا أصلا غرقانة. خدمات الأمن وكشك الحراسة غير متوفرة هي كمان، لكن متوفر كشك سجاير يعمل 24 ساعة مع مجموعة من أكبر محلات الحلويات. ما تفكرش كتير واحجز وحدتك من دلوقتي، والتقسيط على 3 و7 مع كومباوند تخدير هنعمرها. ايه ده؟ انا اتعميت؟ لا ما اتعمتش، دي الراس. راسي؟ وانت مين؟ دايما بتسأل السؤال الغلط، المفروض تسألني انت ايه. طيب انت ايه؟ انا ولا اقول لك مش هتفهم. المهم ان كل راس ساعة هتقطع عليك النور، بس انت هتتعود على الموضوع وهتحبه. هحبه؟ ايه ده؟ هو انا لما شتمت طلعت بتيت؟ انت كمان بتشفر الشتايم؟ طب حس كده بقى يلعن محدش سمع انا قلت ايه. لا مش مهم انت قلت ايه، المهم الاسره المصريه ما تعرفش انت قلت ايه. انهي اسره مصريه؟ بقول لك ايه، انت هتصاحبني ما تسالش كتير، من هنا لحد ما الكهرباء ترجع عايزك تحمد ربنا ان عندك تكييف. على فكره في اوروبا ما عندهمش تكييفات. بس هتتعود. لما ظهرت هاتي بوسه يا بت، الناس كانت قرفانه من الكلمات قوي وبيتعاملوا معاها على انها اخر درجه اسفاف ممكن نوصل لها. وبعدها ب10 سنين الناس من كل الاعمار بقوا بيرقصوا في الافراح على انغام اغنيه الفنان مجدي شطه اصحابي ادمنه البودر. بطلوا يركزوا في الكلمات وبقوا بيتحركوا على المزيكا زي اي انسان آلي. وللفئة القليلة اللي مش عارفة يعني ايه بودر، ده نوع مخدرات جديدة أشد من الإيباتريل، مخدرات جديدة ومتسابة. واقسم بدين الله 20 سنة 21 سنة بنموت عشان نجيب ممنوعات لمصر كلها. حتى اللبس بقى بيتعامل معاملة المخدرات، وكل الناس بقت بتلبس زي بعض، شكلهم بقى زي بعض، كلامهم بقى زي بعض. لما كانوا بيوقفوا الناس في الشارع في برامج زمان كنت تحس انهم موقفين روائي، شخص عنده حصيلة لغوية وعارف يتكلم. دلوقتي كلها بقت بتقول حرفيا على اي حاجة، حتى لو الحاجة دي ما ينفعش تحصل مجازا. الناس كلها بقت بتكتب اي لي، ما بقاش فيه ايه وليه. على فكرة حرف الجر على ما بقاش موجود هو كمان. كلها بقت بتحب الجبنة السايحة، كل حاجة بقت فرايد تشيكن، الحلويات كلها بقت بسبوسة على رز بلبن على كنافة على لوتس. ادمنا اللوتس. بذمتك دي مش دماغ ناس عايزة تعلي يقفوا في طابور 3 ساعات علشان ياكلوا طبق رز بلبن ممكن ياكلوه في اي حتة تانية؟ ده ما يحسسكش ان الناس دماغها بقت فيها حاجة مش مظبوطة؟ الناس ما بقتش بتختار حاجة، هما بقوا بيعملوا نفسهم بيحبوا الحاجة لمجرد ان كل اللي حواليهم بيحبوها، بيعملوا نفسهم متعودين عليها ومحتاجينها علشان ما يبقوش هما اللي بيعترضوا، لان اللي بيعترض دلوقتي الكل بيقوم عليه. لازم كلنا نبقى سوا في الدوام. اخر كل سنه مجمع لاهم الترندات، خناقه اول السنه، تعويم اول السنه، لطم وندب، اللي يعرف يهاجر شويه ميمز وتريقه على الموضوع لحد ما ننساه. تحصل حادثه قتل، الشارع ينقسم، حلال حرام غلط صح، مين فيهم الجاني ومين المجني عليه، ضحايا مجتمع ولا مذنبين. مسلسلات رمضان السنه دي حلوه، لا الاعلانات متكلفه جامد، مش كانوا صرفوها على البلد احسن. عمرو دياب ده ما بيكبرش. رمضان بيجري هوا هوبا العيد، الصيف دخل، اللي بيحبوا الصيف ضد محبين الشتاء، الساحل الطيب ضد الساحل الشرير، العيد الكبير، افلام العيد الكبير، مش كانوا صرفوها على البلد احسن. البلد بتخرب، البلد بتنهض، والله اللي جاي احلى، اللي جاي سواد. الشتاء ابتدى يهل، قلبي الصغير لا يحتمل. اغاني حزينه لزوم الشتاء، البلد دي وحشه قوي في الشتاء، البلد دي وحشه على طول. السنه الجديده هتبقى احلى ان شاء الله. انا خايف قوي من السنه الجديده. الشيء اللي تقبله نفوسنا في السر ونخاف من اطلاع الناس عليه ده يبقى اسم. تخيل بقى بطريقه التفكير دي او بطريقه التغييب دي ما كانش هيبقى في حد فاضي يعمل افلام زي الكيف وصرصره فوق النيل وغيرهم، ما كانش هيبقى في رصيدنا الفني اي حاجه تأرخ للمرحله الغم اللي احنا عشناها. التأريخ. انت لما بتتكلم مش بتتكلم علشان انت مناضل، انت بتتكلم علشان دي مشاكلك ودي شيلتك انت. والناس وقتها كانوا فاهمين الكلام ده فحبوا الفن وايدوه. وبعد 40 سنه الناس فاقت، الناس هم اللي بيقولوا لك بلاش تواجهنا بالحقيقه، بلاش تعرض لنا مشاكلنا علشان ما تفسدش الذوق العام. اشكرك. الذوق العام. ولو حد فكر يشتكي ويقول ان الفن كله بقى شبه بعض ومش بيعبر عن اللي احنا عايشينه، الصناع هيقولوا له والله احنا عايزين نعمل فن بس انتوا اللي مش هتفهموه. اللي مخدرك هو نفسه اللي بيعايرك انك مش في وعيك. يا اخي منه لله محمد رمضان اللي بوظ البلد. بشرب بانجو. ده
أحمد مواطن عايش في شقة والكهرباء بتجيله 12 ساعة في اليوم، وبدل ما يحمد ربنا بالعكس بيشتكي. وده سيف مواطن مصري واقف في الساحل في عز الحر على رجله 6 ساعات علشان يحضر حفلة تامر حسني، ومع ذلك ما فتحش بقه ولا اشتكى. أما ده عصام ما عندوش وظيفة والكهرباء قطعة عنده على طول، بس فهم الدنيا ماشية ازاي وأثر على نفسه المسافات، وبقت أي فلوس بتجيله بيحطها في صندوق العلمين الجديدة اللي بيها نقدر نحسن حياة المصيفين في الساحل. خليك زي عصام وتبرع بكل جنيه لصندوق العلمين الجديدة معا من أجل حياة أفضل لمصيفي الساحل. دي الراس. مش قلتلك هتتعود؟ انت صح. وعلى فكرة كان عندك حق في حوار التكييفات ده، لما فكرت اكتر لقيت ان الحمد لله احنا عندنا شمس. ايوه عندنا الشمس. شكلك كده ابتديت تفهم. بس الجو حر قوي. ماما نجوى قالت ايه؟ الدنيا محرحرة خالص خالص، بس الحمد لله في بلاد وصلت ل60 وال55 وكده. شكرا ماما نجوى، شكرا. يا قلت لي انت ايه الولد اللي بيرقص على تيك توك اللي عاملين منه نبي وعمالين يكرموه ويحتفلوا بيه ده؟ مش يمكن الواد اللي دخلتوه كل حته فيك يا مصر حتى قصر الكبابجي يكون هو الجاسوس؟ مش يمكن قصر الكبابجي نفسه يكون تبع الماسونيه؟ اصل مفيش حد يقدر يثبت الناس ويصورهم وهما بياكلوا ويجيب لهم فرقه حسب الله الا لو جزء من طقوس شيطانيه. شفت تامر حسني طار ازاي في الحفله؟ بيقولك طار 40 متر في 10 ثواني، ما شاء الله عليه. بيقولوا في فيلم جديد نزل في السينما فيه فكرة جديدة، يا رب يمنعوه. قول لي 5 أسماء من ال10 المبشرين بالجنة. أحمد، وواحد اسمه علب مسعد، علي مسعد. شطار يا شباب، انتوا اللي هتقفوا ضد أي حد يحاول يشوه البلد دي أو أي حد يحاول يعمل حاجة ضد الدين. سيبوا كل حاجة زي ما هي كده، واللي هيجي يبص عليها كمان 20 سنة هيفهم احنا كنا فين. علشان احنا شايفين كذا او احنا ايوه بقى، انا ليا صوت مسموع في البلد دي. باشا طولته يعني المره دي يا باشا. باشا يا باشا. ولا تقوليش باشا دي. تعالى هنا. اجي فين؟ لا مؤاخذه انا مش شايفك. انت لو شفتني مره مش هتشوفني تاني من بعدها. قول لي يلا، دفعت ضرايبك؟ يا باشا. برعت الصندوق العالمين؟ حصل يا باشا. كويس. طب كده فاضل ايه؟ يبقى فاضل ايه؟ ندخل ننام بقى. عندك حق. استنى، رايح فين؟ قول ورايا. انت جميل وعظيم ومشرق الآن فوق جميع البلدان. انت جميل وعظيم ومشرق الآن فوق جميع البلدان. لا انا عايز حماس. انت جميل وعظيم ومشرق الآن فوق جميع البلدان. هيبنوا مدينة أتون الجديدة. مش لما نحل مشكلة المجاعة الأول؟